هي الأسنان بتضعف مع الحمل؟ طب ينفع أروح لدكتور سنان وأنا حامل؟ طب بالنسبة للبنج صح ولا غلط؟ كل الأسئلة دي هجاوبكم عليها، بس الأول ادخلي على اللينك واعملي اللايك. أبليكيشن الداية تقدري دلوقتي تعرفي منه أقرب صيدلية ليكي والتقييم بتاعها كام، وكمان عناوين ومواعيد الدكاترة، وكمان المعامل وخدماتها. حملي أبليكيشن الداية دلوقتي. زي ما انتوا عارفين إن الست الحامل بيحصل عندها تغيرات كتير بسبب الحمل. من ضمن التغيرات دي بتقابلها آلام الأسنان وضعفها، لأن الحمل بيأثر على صحة الفم. ولازم تعرفي إن أكتر أسباب مشاكل الفم والأسنان بتحصل من تغيرات العادات الغذائية والتغيرات الهرمونية. وأكتر مشاكل الفم والأسنان اللي هتحصل لك أثناء الحمل هيجيلك التهاب في اللثة وتآكل وتشوش الأسنان. ولازم تعرفي إن التهاب اللثة بيحصل بسبب التغيرات الهرمونية، عشان بتخلي أنسجة اللثة أكثر استجابة للبكتيريا. وبالنسبة لتشوش الأسنان مش بيحصل بسبب الحمل، ده بيحصل بسبب البكتيريا وعادات الأكل الغلط. ده غير تآكل الأسنان اللي بينتج عن أحماض المعدة اللي بتخرج من الفم أثناء القيء. علشان كده لازم تتابعي عند دكتور السنان خلال فترة الحمل. ده غير كمان لازم تهتمي بنظافة أسنانك وتتجنبي المأكولات المسكرة، واشربي مية كتير ولبن باستمرار. ولو محتاجة تحشي ضرس أو تخلعيه وخايفة من البنج بقولك ما تخافيش، عشان الدكتور عارف كويس ايه الحاجة الآمنة ليكي وللجنين اللي هتاخديها في فترة الحمل. وبكده يا حبايبي تكون خلصت حلقتنا. وما تنسوش تبعتولي على صفحة البرنامج وانا هرد عليكم على طول. واستنوني يا حبايبي في حلقة جديدة من برنامجكم الداية. أبليكيشن الداية تقدري دلوقتي تعرفي منه أقرب صيدلية ليكي والتقييم بتاعها كام، وكمان عناوين ومواعيد الدكاترة، وكمان المعامل وخدماتها. حملي أبليكيشن الداية دلوقتي.